طيب النهاردة هنتكلم في موضوع حاسس إنه ممكن يفرق مع ناس كتير. اللي هو إيه بقى؟ إزاي ممكن نستغل أداة زي تشات جي بي تي عشان نعمل منها فلوس بخدمات بسيطة كده؟ فكرة ممتازة وموجودة فعلا. المصدر اللي هنبص عليه النهاردة هو حلقة من النص الملصق، كانت بعنوان إزاي تبدأ تربح من تشات جي بي تي بخدمات بسيطة. تمام. الفكرة الأساسية زي ما الحلقة بتقول هي بسيطة خالص. لو في وقت فاضي شوية امم ومعاك موبايل أو لابتوب وإنترنت طبعا، ممكن قوي تبدأ تقدم خدمات ناس بتطلبها. ومش محتاج تكون خبير تقني بقى ولا حاجة، صح؟ بالظبط، مش محتاج أي خبرة تقنية معقدة عشان تبدأ بس. هو ده المهم فعلا، لأن كتير بيشوفوا تشات جي بي تي ده اللي هو أصلا برنامج بيكتب كلام شبه البشر لما تطلب منه، أيوه. بيشوفوه مجرد بتاع رد على أسئلة وخلاص أو دردشة. صح. لكن الحلقة دي لا، بتركز على الاستخدام العملي بقى، إزاي ناس كتير آلاف فعلا بيستخدموه كأداة شغل بجد. شغل على منصات العمل الحر أيوة، زي خمسات، مستقل، المنصات المعروفة دي عندنا. اللي بتربط بين اللي عايز خدمة واللي بيقدمها. بالظبط، وحتى المنصات العالمية زي Upwork وفايفر كمان. طب حلو قوي. بس لو حد مش خبير قوي، إيه نوع الخدمات اللي ممكن يقدر يقدمها؟ الحلقة قالت أمثلة؟ طبعا، قالت حاجات عملية جدا ومطلوبة، زي مثلا كتابة بوستات للسوشيال ميديا. دي مطلوبة جدا فعلا. جدا، يعني ممكن تعمل خدمة تقول فيها هكتب لك 10 بوستات مثلا عن الطبخ الصحي أو عن التسويق الإلكتروني، حاجات زي كده. وإيه كمان؟ ممكن كمان كتابة وصف للمنتجات لو حد عنده متجر أونلاين. عشان يجذب العميل. تمام. أو حتى كتابة مقالات بسيطة أو تدوينات قصيرة عربي أو إنجليزي. بس دي أكيد محتاجة مراجعة بعد تشات جي بي تي، مش كده؟ طبعا طبعا، الحلقة أكدت على ده. الناتج الأولي بيحتاج تعديل وتظبيط منك، مش مجرد نسخ ولصق. تمام. وفي فكرة تالتة كمان، تلخيص الكتب أو الكورسات. دي بقى مفيدة جدا للناس اللي وقتها ضيق وعايزة الخلاصة. فعلا. طيب السؤال المهم بقى، ليه أصلا في طلب على الحاجات دي؟ ليه حد يدفع فلوس لحاجة ممكن تبان بسيطة؟ بص، حسب الحلقة، السبب الأساسي هو إن في احتياج رهيب للمحتوى دلوقتي في كل حتة. ده حقيقي. العملاء بقى سواء شركات صغيرة أو حتى أفراد بيبقوا دايما عايزين يوفروا وقت ومجهود. أكيد. فالذكاء الاصطناعي هنا بيقدم لهم الحل ده، سرعة وكفاءة. بس الأهم بقى، والحلقة سمتها جملة حلوة قوي: ذكاء حقيقي منك مش بس اصطناعي. يعني إيه؟ يعني الشطارة مش في الأداة نفسها قد ما هي في طريقة استخدامك ليها، إزاي توظفها صح عشان تخدم العميل ده بالذات. فهمتك. اللمسة البشرية والذكاء في الاستخدام هو الأساس. بالظبط كده. طب لو حد اتشجع وعايز يبدأ فعلا، إيه الخطوات بسيطة زي ما بنقول؟ بسيطة جدا ومنطقية. أول حاجة، زي ما أي حد بيتوقع، تسجل حساب. مجاني طبعا. أيوه، مجامي على منصة زي خمسات أو فايفر، سهلة خالص. تمام، وبعدين؟ تاني خطوة، تعمل وصف للخدمة بتاعتك، لازم يكون واضح وجذاب. يعني عنوان الخدمة نفسه يشد اللي بيشوفه. زي المثال بتاع البوستات ده، كتابة 10 منشورات احترافية. بالظبط، باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تضيفها عشان الوضوح. أوكي، والخطوة الثالثة؟ استخدم بقى شات جي بي تي عشان تنفذ الشغل المطلوب منك لما يجيلك طلب. وهنا بقى يجي دور التعديل والتنسيق اللي قلتي عليه. أيوة، دي أهم حتة، اللمسة النهائية بتاعتك، التنسيق، المراجعة، التخصيص حسب طلب العميل، وآخر خطوة؟ التسليم والتقييم. تماما، تسلم الشغل في ميعاده وتحاول تاخد تقييمات كويسة، لأن دي اللي هتبني سمعتك وتجيب لك شغل بعد كده. طب هل في نصايح معينة عشان الموضوع ده ينجح؟ يعني أكيد مش أي حد هيعمل كده وخلاص. أكيد. الحلقة ركزت على كام نقطة مهمة للنجاح والاستمرار في الموضوع ده. زي إيه؟ أول حاجة، الصدق مع العميل. لو سأل استخدمت ذكاء اصطناعي ولا لأ، تكون واضح. الشفافية مهمة. أتفق معاكي جدا. تاني حاجة، تهتم جدا بالتنسيق والشكل النهائي للشغل اللي بتسلمه. مش كلامه خلاص، لازم يكون منظم وسهل القراءة ومظبوط. بالنسبة لي هو بالظبط. ما ينفعش نفس الكلام بتاع محل ملابس يبقى لشركة استشارات مثلا. مستحيل طبعا، كل مجال وليه لغته واحتياجاته. كده الخلاصة اللي ممكن نستشفها من كلام الحلقة دي، إن البداية في الحاجات دي مش محتاجة إمكانيات جبارة ولا خبرة سنين. لا خالص. الأدوات موجودة ومتاحة زي شات جي بي تي وغيره. الفكرة بس في المبادرة، إن الواحد يبدأ ويتعلم وهو شغال. تماما كده. والنقطة الأعمق بقى اللي الحلقة بتقفل بيها كلامها، إن الموضوع مش بس فلوس وتكنولوجيا، أمال إيه؟ هو كمان بيغير طريقة تفكيرنا في الشغل والرزق. بيورينا إزاي نستخدم الموارد اللي حوالينا حتى لو بسيطة بذكاء عشان نخلق فرص جديدة. بعيداً عن فكرة الوظيفة التقليدية اللي مستنيينها. بالظبط، زي ما الحلقة قالتها بصراحة، رزقك مش واقف على وظيفة،
ودي جملة قوية ومهمة. فعلا جملة تخلي الواحد يفكر، وده ممكن يوصلنا لسؤال أخير كده نختم بيه. بناء على كل الكلام ده، تفتكري إيه ممكن تكون أول خدمة بسيطة قوي حد ممكن يجرب يقدمها كخطوة أولى خالص في العالم ده؟ يعني أبسط حاجة خالص ممكن نبدأ بيها.